هتأجل ولا هتعيد السنة؟ يعني هتعمل ايه من الاتنين بالظبط؟ ثانوية عامة اي حد بيقول لك الفترة دي انت لازم تأجل او لازم تعيد السنة، او اللي ذاكر ذاكر، او اللي ما خلصش مذاكرة كويس الترم الاول لازم يراجع حساباته ويشوف يقسم السنة او يعمل حاجة. اي حد بيقول لك حاجة من الكلام ده فهو بيحبطك. صدقني في ناس كتير جدا بدأت في الوقت ده ووصلت في النهاية وحققت اللي نفسها فيه كله. سد ودانك لكل الناس اللي بتحبطك. الفترة دي هي فترة اي حد ممكن يتسوح فيها في ثانويه عامه، خصوصا اللي هو مراكم شويه او مش بذاكر قوي خصوصا في الترم الاول. طيب اعمل ايه بقى الفتره دي بقى من ثانويه عامه؟ اول حاجه سد ودانك لكل الناس. هات ورقه وقلم معايا دلوقتي واكتب كل حاجه انت مراكمها بالحرف. حتى لو انت مراكم مثلا الباب الاول كله، الباب الثاني، مركم الترم الاول كله في كل المواد، اعمل لكل ماده ورقه او ورقتين او ثلاثه ودبس الورق وابدا امشي مع الترم الثاني مع الترم الاول، وسد ودانك وخد مع مدرس بتفهم منه، واقفل على نفسك 6 شهور موت 6 شهور دمار وذاكر فيهم واعمل اللي عليك، وفي النهايه هتوصل. مالكش دعوه باي حد، ما تقسش نفسك على تجربه اخوك، تجربه ابن عمك، هي تجربتك انت. 6 شهور وهتوصل، 6 شهور وهتبقى الدنيا بالنسبه لك وردي وهتحقق كل حاجه انت نفسك فيها. اعمل اللي نفسك فيه في الفتره دي واقفل على نفسك 6 شهور وفي النهايه توصل. اخيرا ما تنساش تعمل لي فولو عشان نكمل رحله سوا. بتذاكر بالليل مثلا والساعه تيجي عليك 12 واحده بالليل، اوعى تفوت قيام الليل، اوعى. الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا ويقول سبحانه وتعالى هل من داع فاستجيب له. انت عايز اكتر من كده ايه؟ يعني انت تخيل نفسك ولله المثل الاعلى في الدنيا، اكتر حد انت يعني متعشم فيه في حياتك جالك كده قال لك يا محمد، يا احمد، يا ندى، يا نهال، يا فلانه، يا هايدي، يا اسماء، نفسك في ايه؟ قول اي حاجه نفسك فيها اعملها لك. تقول له نفسي في كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك خلاص اعتبرهم عندك. هتبقى حاسس بايه؟ تبقى طاير من السعاده. الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى ينزل الى السماء الدنيا هل من داع فاستجيب له. هل من داع؟ حد عاوز حاجه؟ ايوه، ادعي ربنا بالليل وانت عندك يقين بالاجابه، هينفذ لك ان شاء الله، يقين بالاجابه. طب ما تنفذش، ده الحلم، ده القدر ليك. دعوتك دي قاعده ان شاء الله يوم القيامه، دعوتك دي ان شاء الله كليه كويسه، دعوتك دي ان شاء الله زوج صالح، دعواتكم دي ان شاء الله فلوس ورزق في المستقبل، دعواتكم باذن الله جبال من الحسنات يوم القيامه. ادعي، اياك ثم اياك ما تدعيش، ادعي، قرب من ربنا. والله العظيم يا جماعه الاحلام تحقق في القرب من ربنا سبحانه وتعالى، اقسم بالله. ويشهد الله سبحانه وتعالى ان انا ما دعيت دعوه الحمد لله في حياتي يا جماعه ولا حلم حلمت بيه ودعيت بربنا سبحانه وتعالى الا واتحقق. ليه؟ في يقين هنا، في صدر كده منشرح الحمد لله بفضل الله. فانا عايزك توصل هنا قلبي. خلاص بس كده انا لو انت بدأت تفوق وتذاكر دلوقتي، هل ممكن ربنا يسويك بحد بيذاكر من اول السنة؟ انا جبت 96% ودخلت كلية الطب وانا ما كنتش بفتح كتاب في اولى ولا تانية ثانوي نهائي، ولما دخلت تالتة برضه معظم الناس كانت بتعمل مجهود اكبر مني بكتير، وكان دايما في دماغي ان هم احسن مني وكده كده هيجيبوا مجموع اعلى مني عشان بيذاكروا كتير. ومع الوقت بدأت افهم السر والحكمة ورا الموضوع ده، بس خليني اضرب لك مثال يوضح لك الاول فكرتي. لو انت وصاحبك قاعدين مع بعض وقررتوا ان انتوا هتروحوا بكرة مكان وهتوصلوا في ميعاد معين، والمكان اللي انتوا رايحين ليه ده بعيد عنكم ساعتين بالعربية، لكن صاحبك قرر انه مش هيروح بالعربية، هو هيروح ماشي وهيتحرك قبل الميعاد اللي انتوا متفقين عليه ب10 ساعات، لكن انت جيت قبل الميعاد بساعتين وخدت العربية وبدأت تتحرك. مين تعب فيكم اكتر ومين اللي هيوصل في ميعاده؟ صاحبك اللي قرر يروح ماشي اتحرك من قبلك وتعب اكتر منك بكتير، لكنه ممكن في الاخر ما يوصلش اصلا. وهنا بقى الدرس، ربنا مش بيحاسبك على قد تعبك، ربنا بيحاسبك على قد عملك وانجازك. الامتحان ما بيفرقش مين بدأ قبل مين، لكنه بيفرق بين اللي ذاكر صح واتعلم صح واللي كان بيتعب عشان بس الناس تشوفه بيتعب ويحس انه عمل اللي عليه. لو انت ذاكرت المادة صح وفهمتها فعلا قبل الامتحان بأسبوع واحد هتخش تحل كويس في الامتحان. وخليك دايما متأكد ان ربنا مش عايزك تتعب وخلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه القرآن كان بيقيم الليل لحد ما يقف على رجل واحدة من التعب، فربنا نزل عليه الآيات دي: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني ربنا بيقول له طه يعني نزلها على الأرض وارتاح، انت مش هدفك ان انت تتعب. وفكروا بهدفه الأساسي ان هو يذكر الناس بربنا. فدايما خليك فاكر هدفك الأساسي وهو إن أنت تتعلم وتذاكر فعلا للامتحان اللي هيشوف أنت اتعلمت صح ولا لأ. الوقت عمره ما كان مشكلة، المشكلة إنك ما بتعملش حاجة في الوقت ده غير إنك بس مستني تضمن الوصول عشان تبدأ تتحرك. ولو أنت في تالتة ثانوي وعايز فعلا توصل لكن في مشاكل كتير بتقابلك، فأنا بتابع مع عدد محدود من الطلاب لحد ما يوصلوا لأهدافهم. ابعت لي رسالة واسأل عن التفاصيل. لا 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 لا، اوعى تخيب، اوعى تفشل، واوعى تحبط، وخلي دايما راسك مرفوع لفوق. وانا بقول لك الكلام ده قسما بالله عشان اولا انا بحبك وقلبي عليك، وثانيا عشان عارف قد ايه ان الحياه صعبه. كمل زي ما انت في الطريق بتاعك، وافضل انجح، وافضل اسعى.
ابدا اتعلم انجليزي دلوقتي حالا. كل العلوم والتكنولوجيا اللي بتتطور بسرعه جدا على النت بالانجليزي، اقوى محتوى تتعلم منه اونلاين بالانجليزي، ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بتنزل كل يوم جديده بالانجليزي. ومش عيب في العربي لا سمح الله، المحتوى العربي بيتطور بس لسه بعيد جدا عن اللي بيحصل بالانجليزي. فما توقفش على نفسك كل الفرص والامكانيات اللي ممكن تحصل عليها بسبب حاجز كبير قدامك اسمه انجليزي. ابدا النهارده وتعلم انجليزي كفهم واستيعاب، مش لازم نطق وورر والعقد اللي بنسمعها دي. وكمان 6 شهور او سنه بالكتير هتنسى العقده دي خالص، ومش هتبص على موضوع الانجليزي ده تاني، وهتلاقي نفسك سابق وعارف تتعلم كل حاجه اسرع واسهل. لو قلت لك انك تقدر تغير حياتك كلها في 30 يوم بس، هل عندك استعداد انك تبدا؟ رمضان فاضل عليه اسبوع. في ال 30 يوم دول ركز على 3 حاجات. اول حاجه روحك، قوي علاقتك بربنا من خلال الصلاه والقران، ورمضان احسن فرصه لده. تاني حاجه جسمك، اتمرن من 3 ل 5 ايام في الاسبوع، وكل اكل صحي، وركز انك تطلع من الفتره دي والرياضه بقت جزء من حياتك. تالت حاجه عقلك من كثره السوشيال ميديا بدا يصدي لانك مش بتشغله، فحاول تستغل الفتره دي انك تقرا كتاب او تتعلم مهاره جديده. وعشان اساعدك تلتزم بده وما تحسش انك تايه او لوحدك، عملت لك تحدي اسمه R7 ريسيت، سيستم واضح فيه كل حاجه محتاجها عشان تبدا، وهتابعك فيه عشان ما تقعش في النص. لو جاهز انك تبدا، اكتب لي كلمه R7 في الكومنت وهبعت لك كل التفاصيل. لما تحط ربنا في اولوياتك، عارف ايه اللي هيعمله معاك؟ هيحطك في اولوياته. في نوعين من الناس، واحد بيصحى ويقول انا هعمل ايه النهارده عشان بيفكر في نفسه، ولكن اللي بيحط ربنا الاول بيصحى ويقول ربنا هيعمل معايا ايه النهارده، لان في الاول وفي الاخر ربنا هو المدبر المسيطر لكل حاجه. فخليك في صف ربك وما تقلقش من كلام الناس، لان رضا الناس حاجه عمرك ما هتعرف تحققها، ولكن رضا ربك حاجه عمرك ما ينفع تسيبها. فدايما حط ربنا في اولوياتك. هتوصل وهتنبسط جدا، مش هتبقى متضايق ايه ده العجله فرقعت، ده العربيه غرزت، ده لا، عشان انت رايح وانت مستعد لده. فانت اعرف ان المشوار بتاع النجاح في البيزنس برضو نفس الحكايه، ان انت لازم تبقى مستعد لده. ما تفتكرش ان الطريق ممهد والطريق اسفلت، لا، هو مش الطريق مش اسفلت. انت النهارده لازم تبقى عارف ان قانون الدنيا عشان انت تعتبر تاخد علامه ان انت ناجح لازم هتختبر. فهيجي لك كورونا، هيجي لك حرب اوكرانيا، وهيجي لك الثورات العربيه، وهيجي لك الفاينانشال كرايسيس، وهيجي لك ان اسعار الطاقه بتغلى، وهيجي لك كل حاجه هتجي لك. فحتى لو انت ابتديت في فتره كويسه، ده مع في ناس كده تقعد تقول لك ايه، انا هستنى لغايه اما ايه، عايز يضحك على قانون الدنيا.